تخيل تتصور مع ميت لابس لبس شيك. أيوة، ده حصل في العصر الفيكتوري. كان الناس بيصوروا نفسهم مع الميتين عادي جدا، وده كان بيبقى نوع من الذكريات الأخيرة قبل الدفن. الغريب بقى إنهم كانوا ساعات يلبسوا المتوفي هدومه العادية ويقعدوه كأنه عايش، أو حتى يفتحوا عينه في الصورة باستخدام طرق بدائية، لدرجة إنك ممكن ما تفرقش بين الحي والميت. النوع ده من الصور كان منتشر جدا بسبب إن التصوير وقتها كان غالي ونادر، فدي كانت أحيانا الصورة الوحيدة للشخص في حياته. كتير من الصور كانت لأطفال، لأن وفيات الأطفال وقتها كانت عالية جدا، فالأهالي كانوا بيحبوا يحتفظوا بأي ذكرى ليهم. كانوا بيصوروا الميت وسط أهله والكل واقف جنبه عادي جدا كأنه لسه عايش، وده اللي بيخلي بعض الصور مرعبة فعلا. مع تطور الطب والتصوير، العادة دي اختفت تدريجيا وبقت تعتبر غريبة وغير مقبولة في أغلب الثقافات. وحقيقي العصر الفيكتوري تحديدا من أغرب العصور. ما تنساش لايك وفولو وشير عشان يوصلك كل جديد.